السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إن شاء الله ما شركنا بلابنا حروف الصومالية. أول شيء حروف الصومالية مكونة من 21 حرف. اللغة العربية 28، لكن اللغة الصومالية 21 حرف. وانا حروف الصومالي ألف مك بلاب ميسو، باء يك بلاب ميسا، عربي ألف يك بلاب ما، لكن حروف الصومالي باء يك بلاب ميسا. أي تهي باء، تاء، جاء، حاء، خاء، داء، راء، ساء، شاء، ضاء، عاء، غاء، فاء، طاء، كاء، لا، ما، نا، و، ها، يا. فنفس الحروف عربية، لكن فرق بسيط في النطق، لكن إذا نفس حروف دي لواعي. إن شاء الله ما ننسى أحد أيا بلا بدون حروف عربية من هي حروف صومالي. هذا يعني مثلا اللغة العربية مركي ألف أي تاي ألف، لكن بالصومالي يعني والو استعمالي كرام باء، نفس الصومالي باء، تاء، إيه اللي تاء. بالمقابل الإنجليزي A B بدل التاء يعني تي أي خبان، نفس الشيء. يعني الفرق بسيط في النطق وفي الكتابة. يعني نفس الحروف الصومالي عربي جنا ولو استعمالها، إنجليزي نقرأ لها ولو استعمالها. فتصدر تيدا إن شاء الله تدحضان حروف المرأة يسخادينا عربي إيو صومالي إيو إنجليزي سيدي أو لو كل فهمه، لأنه دكي أو عربي خانان بسيط أيو كنا خانان إن أو صومالي أي برتان كذلك خفكي أو إنجليزي خانان إي كنا وسهل سيا إن صومالي أي كبرتان. فمالين كاستو إن شاء الله لو حرف أي خاد هنا ألف إيو باء، كبعد التاء إيو تاء. مثلا تاء صومالي تاء يعني ملها، لكن عادي والو خوري كرات تاء. هذا سام خورتك والو فهمه الناس تاء يعني. ف إنجليزنا تاء، فنفس الشيء. يعني موضوع مرة بسيط، وإن شاء الله لأن نوفق هذا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.